ب200 جنيه دلعتهم وروقتهم. تعال اقولك انا عملت ايه، بس طبعا كالعاده ويا رب ما تقطع لي عاده. لسه راجعه من السوق اخر النهار الساعه 6 المغرب. يلا اقولك انا جبت ايه بال200 جنيه. بس قبل اي حاجه صلي على حبيب قلبك يطيب وملي عينك من الحاجات اللي انا هفرجك عليها وازاي دلعتهم وروقتهم. اولا الميزانيه دي ميزانيه تدليع كده او تفاريح، يعني ما اقدرش اقول عليها ميزانيه اعتماديه عشان فيها اساسيات وحاجات ايه تفاريح كتير. انا جبت 4 كيلو بطاطس ب50 جنيه، 4 كيلو بطاطس كانوا عاملين 50 جنيه. جبت كمان الطماطم كيلو ونص ب10 جنيه. الطماطم دي كانت تفاح اللهم بارك كده زي ما انت شايفة وحلوة. كان في ب5 بس بيني وبينك ما عجبتنيش هم 5، فقلت ام 6 ونص كانت حلوة. وخدتها من العداية حتى كانت لسه الراجل ما نقضهاش، خدت من العداية على طول سليمة. وجبت كمان كيلو خيار بلدي. الخيار ده قال لي ب 12 جنيه. قلت له يا عم الحاج الخيار ده صغير واخر النهار، فخدته ب10 جنيه. يعني طماطم ب10 جنيه وخيار ب10 جنيه و4 كيلو بطاطس ب50 جنيه ب12 ونص. وجبت كمان الفلفل ده اللهم بارك ب10 جنيه. هو اقل من كيلو حامي على بارد. انا بعود ولادي ياكلوا الخضار على قد ما اقدر، بالذات الفلافل الحامي والبارد. نعمل منها شويه بتنجان كده، احمرهم مع شويه بتنجان مع معلقه دقه من غير بتنجان والفلفل محمر اللهم بارك. بيبقى حلو جدا جدا جدا. بتحسبي معايا ولا ايه؟ لو انت لسه متابعاني صلي على الحبيب، ما تنسيش تقولي لي رايك في الكومنتات وميزانيتك في حدود كام، وهعمل لك ميزانيه مخصوص وهنزل عشانك مخصوص يا ست الكل انت وهي. هعمل لك احلى ميزانيه. البتنجان ده قال لي ب10 جنيه، هو صغير مش كبير بس حلو للامانه. انا خدت منه كيلو وربع ب10 اللهم بارك. جبت اللهم كيلو ونص، الشويه دول عاملين 15 جنيه، ازيد من كيلو ونص. وجبت الخوخ ده الصبح كان ب30، انا خدته ب25، كبير ومسكر واللهم بارك يقعد معاكي كمان يومين تلاتة، مش طري لازم يتاكل على طول. والاناناس ده جبته زي البطاطس بالظبط. جبت ال4 كيلو ب50 جنيه ومسكر يا بنات، مسكر مش عايزه اقولك بقى، مع حته جبنه شغال. تاكليه كده وانت هفتانه مهفته برضو شغال. الفاكهة بحاول على قد ما اقدر تكون اساسيه من ضمن ميزانيتي، وساعات ما اقدرش اجيبها وساعات بجيبها على حسب احتياجات البيت والميزانيه في ايه. وطبعا ما يصحش جبت حزمتين جرجير في يوم نعمل شويه سمك كده، وهقول لك هعمل السمك ازاي بطريقه اقتصاديه. جبت الحزمتين دول ب3 جنيه. صلي على الحبيب قلبك يطيب، ما تنسيش تقولي لي بتتابعيني منين. الازايز بقى بصي الاقرب الى قلبي، شويه المخلل دول عاملين 15 جنيه بدون الميه. المخلل بتوزنه وبعد كده تزود عليه الميه اللي بيحفظ نفسه فيها. هفضي المخلل ده ميكس مخلل مشكل. عامله شويه طبيخ تمام، شويه فطار محتاجين مخلل تمام، عامله شويه مشاوي تمام. بيني وبينك المخلل برضو انا شايفه ان هو من اساسيات التلاجة عشان النفس مش مسدوده، وفي نفس الوقت هو مخلل يا جماعه بيفتح نفسنا عن الهم والاسعار اللي هي كل يوم بحال، النهارده سعر وبكره سعر وبعده سعر، كلنا في الموضوع ده. فحاولي برضو تجيبيه، هيقعد كمية في التلاجة، يعني هيقعد عندك قد اسبوع 10 ايام ويمكن اسبوعين على حسب ما انتوا بتستخدموا ايه. وطبعا الزيت الحار ده انا لازم اجيبه عشان بستخدمه في حاجات كتير مش للفول بس. انا كنت جايبه شويه ب10 جنيه، وكان اخر شويه في الخط اللي انا بشاور لك عليه ده هم دول متبقيين. فخدي بالك بقى دول ب15 جنيه هيملوا الازازه لحد هنا، يعني من الخط اللي انا شاورت لك عليه لحد خلاص فاضل بق والازازه تتملي. يعني تقريبا الازازه دي كلها بملاها ب25 جنيه. اه والله، وزيت حار نضيف مش محروق ولا مستخدمينه كذا مره. صلي على الحبيب قلبك يطيب. لقيت الكاتشب ده طعمه كويس والناس بتشكر فيه عند الست، فقلت اجيبه واجربه. جبت النص كيلو ده كله ب20 جنيه، يعني ب15 جنيه مخلل، ب15 جنيه زيت حار، ب20 جنيه كاتشب. تقلي بقى شوية بطاطس إذا كانت مسلوقة، حتى لو سلقتيها تحطي عليها شوية كده، أو محمرة حتى الولاد ياكلوها هم قاعدين بيذاكروا، تعمل لهم سندوتشات تعمل لهم كريبات على حسب ما قدرتك. ونسيت خالص اجيب الزيتون المخلي، بس ما علينا هجيبه في الخطه الجايه ان شاء الله. يبقى الكاتشب ده نص كيلو ب20 جنيه، الازازه اتملت ب20 جنيه. البطرمان طعمه وحش ومش اللي هو، والعيال ما حبوهوش، وكنت جايباه ب35 جنيه، فالسايب من السرجه دي بالنسبه لي كويس. جبت شويه الطحينه دول برضو 15 جنيه. هقول لك انا هعمل بيهم ايه، تعالى اوريكي بقى كل الميزانيه، واستني فيديو الطحينه هعمل لك ليه فيديو مخصوص. هحولها ل3 كيلو كالعاده، 3 معالق بحولهم ل3 كيلو كالعاده. الفيديو موجود على الصفحه وبنزله كل مره بعمل فيها طحينه، بنزله وان شاء الله بيعجبكم الفيديو بيضرب معايا. هنا دي كل الحاجات اللي انا جايباها بألف هنا وشفا على قربنا ب200 جنيه. صلي على الحبيب قلبك يطيب.